أول ما يدخل حياتك تحس إن أخيرا الدنيا بتطبطب عليك، تضحك وتتحمس وتحس إنك متشاف ولقيت حد شبهك، بس بعد شوية بتحس إنك تايه. ده اللي ممكن يحصل لك لما تتعامل مع صاحب الشخصية المؤثر أو النمط السلوكي الانفلونس. ده نمط assertive يعني حازم، و person oriented يعني موجه للأشخاص أكتر منه موجه للنتائج. المؤثر شخص اجتماعي بطبعه، بيحب الناس والتفاعل ويحب يكون محبوب، ويتغذى نفسيا على التواصل مع الآخرين. طاقته بيستمدها من الناس مش من العزلة ولا الهدوء. بيحب الكلام والضحك والقعدة اللي فيها ناس. الصمت الطويل ده بالنسبة له عقاب وبيتعبه، والوحدة بتستنزفه. حماسي متفائل وبيشوف البوتنشال اللي في الناس مش المخاطر اللي ممكن تيجي منهم. يحب جدا يشجع اللي حواليه. يحب يكون مؤثر، مش شرط قائد رسمي، لكن يحب انه يكون مسموع محبوب وله حضور. سريع في بناء علاقاته ويحسسك انكوا اصحاب من زمان، يقرب بسرعه ويفتح قلبه ويدلق كل اللي فيه. عفوي جدا، بيتكلم قبل ما يفكر ويوعد قبل ما يحسب، وبيتحرك باحساسه من غير اي خطط. نظرته عن الحياه هو ان الناس اهم من اي حاجه تانية، والقعده الحلوه والجو العام اهم من التفاصيل، وان النجاح الحقيقي في الحياه هو ان احنا نكون مبسوطين. مؤمن جدا بان لو الناس مرتاحه كل حاجه هتمشي. عشان كده بيكره الروتين والجو التقيل والنقد الجاف والكلام الجدي طول الوقت. نقاط قوته مفيده ليه وللي حواليه. دايما رافع طاقه المكان اللي هو قاعد فيه. مجرد وجوده بيخفف من التوتر، لانه دايما بيتكلم ويضحك ويشجع اللي حواليه. بارع في التواصل، بيعرف يتكلم ويشرح ويقنع ويخلي فكرته دايما مقبوله. بيبني العلاقات بسهوله، بيعرف يقرب ويكسر الحواجز ويخلي الناس تحب. مرن مع التغيير ومش بيخوفه، وبيتاقلم بسرعه جدا. مبدع وبيفكر خارج الصندوق، وغالبا بيكون ارتستيك وبيحب الافكار الجديده. طب امتى صاحب النمط المؤثر يكون مؤذي؟ غالبا بيأذي من غير ما يقصد، لانه بيهرب من الالم بطريقته. فهتلاقيه بيهون من مشاكله ومن مشاكل الناس اللي حواليه. لما حد بيوجعه او بيتحط في مشكله هتلاقيه بيضحك ويهزر ويقلل من الموضوع بدل ما يواجه ويشرح، وده بيسيب مساحه للقيل والقال والميس اندرستاندينجز. بيوعد كتير وممكن يبان انه غير ملتزم. هو حقيقي بيوعد من قلبه، بس من غير حساب، ووقت التنفيذ ممكن ما يقدرش. مش لانه مش مهتم، لكن لانه بيتحمس للحظه وينسى بعدها، فيوجع اللي قدامه مع ان نيته ما كانتش كده. بيتجنب المواجهه لانه مش عايز يزعل حد، فهتلاقيه بيهرب او يختفي او يغير الموضوع تماما. احيانا تحس انه سطحي ظاهريا، لانه مرح زياده عن اللزوم ومش عميق، مع ان جواه مشاعر كتير جدا عميقه، بس بيخاف يطلعها عشان خايف من نظره الناس ليه، وخايف الناس تفقد حبها ليه. لو اتضغط او اتحط في مشكله هتلاقيه غالبا بيضحك اكتر، بيهزر، بيشتت نفسه، وغالبا هتلاقيه بيختفي وبيهرب من المواجهه، بيدخل في الفلايت مود اللي هي الهروب. طب ازاي اتعامل مع شخصيه صاحب النمط المؤثر؟ ابدا بالعلاقه. قبل ما تطلب اي طلب او تنقده، ابني معاه علاقه يكون مطمن فيها. استخدم لغه فيها دفء وطمأنينة. نبرتك تكون هاديه مش جافه ولا حاده. لما تطلب منه طلب خليك واضح، بس قلل من التفاصيل. ما تعتمدش فقط على وعوده، واعمل خطوه زياده في انك تتفق على الخطوات والمواعيد عشان انت ما تحبطش. لو اختفى ما تردوش، لكن واجهه بهدوء ومحبه ومش بنبره فيها هجوم. استخدم I statements وقول له انا محتاج وضوح. لو التعامل معاه مرهق ليك لانك مش قادر تفهم